يا دانيال، ما دينك؟ سلام. سلام، ما دينك؟ مسيحي. ما كنيستك؟ سامحني. ما كنيستك؟ كاثوليكي. حافظ قانون الإيمان؟ بالعربي لا. دقيقة، أنت من وين أنت؟ من تونس. من تونس ومسيحي؟ اي. يا سلام والله. ومتى اعتنقتها النصرانية؟ من 2019. 2019 اعتنقت النصرانية ومش حافظ قانون الإيمان؟ ما بالعربي، بالفرنسي ايه. قله بالفرنسي يلا. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. خلاص. صحيح. شوف الرجال يلا صح. نعم. خلاص صحيح. طيب حلو جدا. تعالي هنا، اقترب إلي. أخبرني، ماذا يوجد في النصرانية حتى جذبك لتعتنقها؟ كثير أشياء. أعطني شيئا واحدا. معجزات القديسين مثلا. معجزات من؟ معجزات القديسين. معجزات القديسين. مثل ماذا؟ مثل قديس ورث الآثار اللي كان عند سيدنا يسوع. من؟ يسوع المسيح. ما به؟ في قديس ورث الآثار الذي معناتها أثر الصلب الذي كان عند يسوع المسيح. بابا أنت شارب شيء؟ لا. مش شارب ينسون ولا شيء يعني؟ لا. أنا صحيح سألتك 100%. اسمعني، سألتك، ما هو أنت صاحي لكن النصرانية مش صاحية. أنا سألتك أوكي. ما الذي جذبك في النصرانية لتعتنقها؟ فأجبتني وقلت لي معجزات القديسين. تمام؟ طيب ما هي معجزات القديسين هذه؟ من معجزات مثلا في مع قديسة رجع مع فعلت نفس الأشياء الذي فعلها. أول شيء سمي لي اسم القديس هذا ثم قل لي ما هي القديسة. افتح الصوت بالغلط، انه افتكرت انه الشيخ ما خلص كلام. قديس من؟ إليزابيث. القديس من؟ سامح لي، برناديت سوبيرو الذي معناتها فتحت مغارة لورد في فرنسا. فتحت ماذا؟ مغارة لورد في فرنسا. من هذه؟ قديسة من سنوات 1800. فعلت نفس الأشياء معناتها أيوة. لحظة بس. أوكي. من أين علمت بهذه القصة أنت؟ من الكنيسة، من شيرة. من أين علمت أنت؟ شفت هذه القصة بعينك؟ شفت هذا الأمر رأيته بعينك؟ لا. طيب كيف صدقته إذن؟ الآثار التاريخية موجودة. أين موجودة؟ من بين المعجزات التي فعلته هي من هذه أصلا؟ أنت تحكي عن من أساسا أنت؟ ما فهمتش. من اللي تحكي عنه أساسا؟ أنت ماذا تقول أصلا؟ هي قديسة من القديسين. تعال أنا عارف دواكم أصلا. أنت قرأت كتابك؟ إيه.
كاملا؟ لا. أول سفر في كتابك ما هو؟ يعني معتنق النصرانية ومش عارف أول سفر في كتابك. لا يا شيخ، أنا معناتها الإنجيل ما قرأته بالعربي أصلا. كل طيب قوله بالفرنسي. أول سفر بالفرنسي ما هو؟ لا جونيز. أخ أمين، قال لا جونيس يعني الشباب. مش عارف من وين جاي. واصلا في البدايه قال سيدنا يسوع يا شيخ. عادي يقولوا فيها النصارى يقولوا قال لا جونيس يعني الشباب يا شيخ. لا مش لا جونيس، لا جونيز. لا جونيز يعني والله مش عارف. لا جونيز اذا في شخص يعرف ما معنى لا جونيز. دو زاد نو اس و زاد تكتب اس في التعاليق في شكون كتب تكوين، في ناس كاتبين في التعليق التكوين. مشكلة هذا كيف حنتفاهم معاه هذا شيخ. انا المشكلة بصراحة اقول لك شيء بصراحة، والله الفرنسية هذه ما اعرف فيها الا بونجور خلاص. ما فيش مشكل شيخ. انا ما عايز اسالك من وانا اولى ثانوي خذيت الكلمة هذه بس بونجور، والحمد لله اني ما تعلمتش اساسا هاللغة الغليظة هذه. على كل حال ما فيش مشكل شيخ. اسمعني انا ما عايز اسالك زوز اسئله واروح. طيب اسال، خليه يسال نشوف. يلا ها تفضل اسال. انت معناتها عايز اعرف معناتها شخص بياخذ صفة شيخ ما هي شروط؟ هذا السؤال الأول. طيب خليني نجاوبك على هذا السؤال. أولا ما في شيء اسمه عندنا، ما في شيء اسمه صفة شيخ ولا رتبة شيخ ولا رتبة شيخ. اصبر. الذي عندنا كتاب وسنة وعلوم إسلامية، من يدرسها ويتقنها يقال عنه شيخ ويكون صاحب عقيدة سليمة. إذا درس الكتاب والسنة وكان صاحب عقيدة سليمة ودرس العلوم الإسلامية وأتقنها يقال عنه شيخ أو يقال له شيخ. هذا باختصار. سؤالك الثاني. أنت معناتها عن شخصك رجل دين طيب ولا؟ نحن ليس عندنا في الإسلام ما يسمى برجل دين. كل مسلم هو رجل دين. مصطلح رجل دين هذا مصطلح يهودي نصراني، والمقصود به هم رجال الدين، يعني القساوسة والحاخامات فقط، وهذا مصطلح نصراني يهودي. نحن عندنا في الإسلام كل المسلمين رجال دين. أنا رجل دين، أمين رجل دين، حمزة رجل دين، كل الموجودين في البث رجل دين من المسلمين طبعا، فكلهم رجال دين هؤلاء. أما الشخص الذي يدرس العلوم الإسلامية ويتقنها ويكون صاحب عقيدة سليمة يقال عنه عالم مثلا، فقيه، طالب علم، شيخ، هذه المصطلحات، لكن لا يخصص بمصطلح رجل دين. هذا مصطلح نصراني يهودي. تمام. الحمد لله. رحمك الله. يهديكم مصلحتكم. فهمت ولا لا يا دانيال؟ ايه شكرا. كمل. ما هو سؤال تكملة سؤالك؟ إجابتك ألغت السؤال الموالي. ما كملت الأسئلة. شكرا. طيب تمام. خليني أنا أسألك الآن. أوكي. هل أنت مقتنع أن يسوع المسيح إلها؟ نعم. وأين قال لك يسوع المسيح أنا إله؟ ما الدليل أنه إله؟ في مقطع من مقاطع الإنجيل ورد أن قال الأب أنا في الأب فيا وأنا أنا في الآب والآب في. صح؟ هذا النص. أيضا قالها عن التلاميذ.
قال عن التلاميذ ليكونوا هم أيضا واحدا فينا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. يعني حتى التلاميذ واحد في الابن والآب، فهل يصبحون آلهة بهذا المنطق؟ لا. أما الفرق الفرق بين طيب ليش أنت ما أخذت النص؟ ليش ما أخذت النص بتاع المسيح في إنجيل يوحنا حين قال أبي أعظم مني؟ كيف يكون هو والآب واحد وأبوه أعظم منه؟ في مصطلحات يجب استعمال التفاسير ويجب استعمال ما تقوله السلطة الكنيسية في التفاسير بعض المقاطع حسب ما تقوله. ماذا السلطة الكنسية؟ إيه؟ قصدك السلطة الكنسية مش السلطة الكنسية. ما عندكمش سلطة أنتم. لو عندكم سلطة ما كانوش. لحظة لا أنت لي لا. لو عندكم سلطة كنتم سيطرتم على الشواذ في أوروبا، مخلين حتى البابا بنفسه، بابا الفاتيكان نفسه يقول الشواذ أحباب الله ويعترف بهم. أي سلطة هذه اللي عندكم؟ سلطة أونطة هذه. مخلين الشواذ في أوروبا يسيطرون عليكم. هربا. طيب ما دينك؟ وعليكم السلام. أنا سرياني. طيب الصوت هذا ايه. ما اسمك؟ كيف الحال؟ اسمي مار. الحمد لله. تفضل. كيف الحال؟ أنا متابعك صار لي شيء أسبوع. أنا مقيم بألمانيا. نعم. وأنا بشتغل دكتور. عم بتناقش انا وفي عندي صديقي عم بتابعك على الحديث وعم بتفرج على الدين ومع الدين وعلى الامور هي كلياتها. عم بتناقش انا وصديقي الالماني، عم بيقول لي خلقت الدنيا من 350 مليون سنه. كيف؟ يعني انه من 30 مليون او من 10 مليون سنه خلقت الدنيا. هذا اول شيء انت نصراني ها؟ يا أخي اعتبرني أنا جميع الأديان معك، أنا سرياني. أنا لا ما تقول لي جميع الأديان. ما دينك؟ سرياني. أنا عندي سرياني. إيه. يعني نصراني. أيوة نصراني. خلاص تمام. ما هو سؤالك؟ أنا في عندي صديقي عم بيسألني. إيه. دكتور صديقي عم بيقول لي إنه الدنيا خلقت من 3 ملايين سنة أو من 5 ملايين سنة. ليش رب العالمين ما نزل نبي أو رسول بهداك الوقت وتنزل آدم على هالدنيا؟ صار عندي فضول إنه أسألك. طيب ناخذها واحدة. تفضل. تمام. من أين جئت أن الدنيا مخلوقة منذ 3 مليون سنة؟ ما مصدرك يعني ما في مصدر معين. هلا الرسول انه محمد من 1400 سنه، قبله مثلا الديانه المسيحيه، قبله الديانه اليهوديه. ايه بنعتبر من 2000 سنه. ما فيش. لنعتبر استوعبني خدني بحنانك يا شيخ. بس يا عمي انا واخذك في حناني، اصبر. واخذك في حناني واخذك في نشيد الانشاد واخذك في الدنيا كلها. اهدى بس. تفضل. سؤالي بسيط جدا وسهل جدا. تفضل. تمام. أين الدليل أن الدنيا خلقت أو الأرض خلقت منذ 3 مليون سنة؟ بس أين الدليل؟ أين المصدر العلمي على ذلك؟ بس على حسب العلماء ما بيقولوا مثلا إنه مين العلماء هذا؟ مين هدول العلماء بقى؟ المستكشفين. أيوة المستكشفين هؤلاء. سمي لي واحد مثلا منهم. من؟ ما ضروري على التعيين، يعني انه في كتير علماء بالدنيا. حبيبي الكلام واضح جدا. يعني سمي لي واحد منهم. انا اروح وين؟ طيب انت قل لي علماء مستكشفين. يعني اروح مثلا للقمر اقول وينكم يا مستكشفين، وينكم يا علماء؟ سمي لي اسم واحد منهم. لنعتبر انت يا شيخ مستكشف يا اخي، اعطيني الجواب. مار ما تخلينيش اخليك تكبس تحت، فجاوب على سؤالي. تمام.
لك يا اخي انت ليش عم تعمل عقده في الحبل؟ يلا انا عم اعمل عقده. ايه شوف يا مار، طب اعتبر عشان انت نفك العقده هذه يا طيب. مار، يا مار، عشان نفك العقده هذه، في نص في سفر نشيد الانشاد يقول: اخت صغيره ليس لها ثديان، فماذا نصنع لاختنا يوم تخطب؟ هذا نص في كتابك، ممكن تفسر لنا؟ يلا عشان نطلع من جو الضيقه هذه وكذا، فسره لنا من فضلك. يا شيخ يا اخي الكريم، انا عندي سؤال معين. يا حبيبي انا جاوبتك على سؤالك. يلا اتصل فيك واتشرف فيك. اهلا وسهلا، حتى انا متشرف بيك وانت تكبس تحت. ما عندش سؤال هو اساس. يقول الارض موجوده منذ 4 مليون سنه. طيب ما الدليل؟ والله العلماء هيك قالوا. طيب مين هؤلاء العلماء؟ والله المستكشفين هيك قالوا. مين هؤلاء المستكشفين؟ مش حنقضيها معاك بهذه الطريقه. نحن حبينا نفك معاك الجو شويه، تفسرنا نشيد الانشاد، ما فسرتش، خلاص